رياضيا، تأهل المنتخب الأردني لكرة القدم بقيادة الإطار المغربي الحسين عموتة لدور ربع نهائي كأس آسيا في كرة القدم بعد فوزه على نظيره العراقي ب3 أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على أرضية ملعب خليفة الدولي في الدور الثمن النهائي من النسخة الحالية من كأس آسيا 2023 المقامة في الدوحة. وتعتبر هذه هي المرة الثالثة التي يبلغ فيها الأردن ربع النهائي بعد 2004 عندما خرج أمام اليابان بركلات الترجيح، وعام 2011 عندما سقط أمام أوزبكستان بهدف مقابل هدفين. وللحديث عن هذه المواجهة، مواجهة اليوم، ينضم إلينا الصحفي الرياضي والمحلل الرياضي الأردني أمجد القيسي. مرحبا بك سيد أمجد. تحياتي لك وتحياتي للسادة المشاهدين متابعي قناة تيلي موروكو، هذه القناة الجميلة. نعم. التي تقدم نفسها بشكل ممتاز بشمال أفريقيا أو حتى بالشرق الأوسط. أكيد يعني المنتخب الوطني سيد أمجد، بداية هل لك أن تصف لنا ردة فعل الأردنيين بعد هذا الإنجاز التاريخي غير المسبوق؟ أكيد الشارع الرياضي الأردني سعيد جدا 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 بما حققه المنتخب الوطني الأردني، منتخب النشامة بقيادة المدير الفني المغربي الحسين عموتة، اللي حقيقة طالته انتقادات كبيرة جدا قبل البطولة جراء النتائج الغير جيدة والسلبية. 9 مباريات ب6 هزائم بتعادلين بفوز وحيد. لكن عندما دخل هذه البطولة آسيا لبس ثوب النشابة، ثوب جديد بقيادة الحسين عموتة، وقدم المنتخب بشكل أكثر من رائع في البطولة والوصول إلى الدور القادم اللي هو الدور ال8 الكبار. أكيد يعني هذه المرة الثالثة كما تحدثت قبل قليل وصلنا إلى هذا الدور. لكن الأمر الإيجابي والأمر غير معتاد بالنسبة لنا في البطولة آسيا أنه لأول مرة ننتصر في الأدوار الإقصائية على أي منتخب نواجهه 4 مرات. هذه المرة الخامسة نتواجد في البطولة آسيا. 3 مرات نتأهل من دور المجموعات، لكن في 3 مرات نخرج. هذه المرة استطاع الكابتن الحسين عموتة أن يخلق الخلطة والوصفة السحرية اللازمة لكي نصل إلى الدور القادم. وهنالك ارتياح كبير جدا في الشارع الرياضي الأردني للنتيجة الطيبة التي قدمها منتخب النشامة اليوم، والفوز على المنتخب العراقي الشقيق والوصول إلى دور ال8. والمباراة ستكون أمام المنتخب الطاجكستاني اللي احنا نعتبر المسار. على ذكر الوصفة السحرية التي اعتمدها الحسين عموتة، يعني في نظرك ما الذي غيره المدرب حسين عموتة في منتخب النشامة ليصير منتخبا يهزم منتخبات قوية في القارة الآسيوية؟ أولا في البداية كان هنالك اختلاف في العقلية ما بين الكابتن الحسين عموتة الاحترافية والأندية التي درب بها، إن كان الوداد البيضاوي والبطولات الأفريقية أو حتى في قطر وحقق البطولات وهو مدرب كبير جدا. لكن عقلية اللاعب الأردني كانت مختلفة نوعا ما، كونه يواجه مشاكل كثيرة في كرة القدم المحلية. فكان هنالك مشكلة ولا يوجد هنالك حلقة وصل. حتى الجهاز الفني المتواجد المتعاون للكابتن حسين عموتة لا يوجد فيه أي مدرب وطني أردني. فبالتالي قبل البطولة ضغط كبير من الإعلام الرياضي الأردني والشارع الرياضي الأردني بضرورة تواجد مدرب أردني في الإطار الفني. فبالتالي قبل أيام قليلة تم استدعاء المدير الفني لمنتخب الرديف للمنتخب الوطني الأردني الكابتن عبد الله أبو زمع. فهنا وجد ضالته الكابتن حسين عموتة في مدرب على مدرب. أكيد الحوار سيكون واضح، وآلية إيصال أفكار وتعليمات وأوامر الكابتن حسين عموتة في الرسم التكتيكي جاءت عن طريق عبد الله أبو زمع إلى اللاعبين. فوجدنا هنا الانسجام، والحلقة المفقودة كانت هو المدرب المحلي.
نعم. فبالتالي وجدنا التشكيلة القوية. بداية كان يلعب بطريقة 4 لاعبين دفاع، 3 ارتكاز و3 في المقدمة، لكن مع وجود الكابتن عبد الله أبو سمع أكيد سيكون هنالك اشتراك في عملية اتخاذ الرأي، فارتأى أن تكون 4 دفاع، 2 كلاعبي ارتكاز و3 في منطقة الوسط ومهاجم صريح. فبالتالي العملية هنا بدت أوضح وأشمل، وهنالك انسجام أكثر ما بين الخطوط الثلاثة. لذلك وجدنا النجاح الباهر للكابتن حسين عموتة والجهاز الفني بشكل عام. نعم. سيد أسعد، شاهدنا المنتخب الأردني بداية في دور المجموعات يحرج بل وكان قريبا من هزيمة منتخب كبير وهو كوريا الجنوبية. اليوم يفوز على فريق كان مرشحا للفوز بالبطولة. في اعتقادك يعني هل تعتقد أن المنتخب الأردني هو الحصان الأسود لهذه البطولة وقادر على التتويج بكأس آسيا؟ بالمناسبة للمنتخب الكوري الجنوبي، أول مرة صعد المنتخب الوطني الأردني لأمم آسيا كان في عام 2004، وفي نفس المجموعة كان المنتخب الكوري الجنوبي، وانتهى حينها اللقاء بالتعادل السلبي ما بين المنتخبين. بعد 20 عاما التقى كلا المنتخبين بنفس المجموعة وانتهى بنتيجة إيجابية ب2-2. صدقا المنتخب الكوري الجنوبي هو من تعادل مع المنتخب الأردني، والمنتخب الأردني بتعادله مع المنتخب الكوري الجنوبي هو الخاسر، وليس كوريا الجنوبية هي الخاسرة. الذي شاهد المباراة وشاهد الأسلوب والانضباط التكتيكي العالي للمنتخب الوطني الأردني شاهد هذه القوة الضاربة ومقارعة الكبار. هاي سمة موجودة في بطولة آسيا. الوطن الأردني استطعنا الفوز من على اليابان، على استراليا، على إيران، فدائما مع المنتخبات الكبيرة المنتخب الأردني هو كبير. فبالتالي فوز المنتخب العراقي على المنتخب الياباني أعطانا الحافز الأكبر لكي نقدم نفسنا أبطال أيضا، ونثبت بأن كرة القدم العربية قادرة مجاراة دول شرق آسيا. فبالتالي قدمنا مباراة قوية. نعم. مجموعتهم مع المنتخب الياباني وب9 نقاط بالعلامة الكاملة. الكل قال أن هذا المنتخب انتصر على المنتخب الياباني، إذن هنالك مشكلة كبيرة سيواجهها المنتخب الأردني كونه حل ثالثا في مجموعته خلف كل من البحرين وكوريا الجنوبية. لكن هذه المباريات تعتبر دربيات عربية، فبالتالي بالحكم الجغرافي والتقارب خلينا نحكي التاريخ أكيد يصب بمصلحة العراق من كل حد وصوب. أكيد الكل يعلم بأن كرة القدم العراقية متطورة جدا وعبر التاريخ هي المهيمنة خلينا نحكي في دول خلينا نحكي الأردن وفلسطين وسوريا بلاد الشام بشكل عام. فبالتالي أستاذ 46. أمجد، نعم، إذا أستاذ أمجد فهنيئا لكم وهنيئا للمنتخب الأردني على هذا الفوز التاريخي. شكرا لك سيد أمجد القيسي، أذكر بأنك أنت صحفي ومحلل رياضي. شكرا لك على هذه الإضاءات.